مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم طريق الحياة. حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن الإسراف والتبذير. يقول المولى عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. صدق الله العظيم. مشاهدي الكرام، فاصل وألقاكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، عودة من جديد وما زلنا مع حضراتكم نتابع برنامجكم طريق الحياة. يقول المولى عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. يسعدني ويسعد أسرة البرنامج مشاهدي الكرام استضافة الشيخ دكتور مصطفى ربيع من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك مولانا. أهلا ومرحبا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة لما نتكلم عن الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. الحقيقة الإسراف هنا المبالغة، معناها المبالغة في الشيء. نعم. الحقيقة وديننا دين وسطية. نعم. يعني دين وسط. كلمني عن هذه الآية. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أختي الكريمة، لابد أولا أن نفرق بين معنيين. هذان المعنيان يقع فيهما كثير من إخواننا حتى من أهل العلم كذلك. ربما يخطئ في أن يخلط ما بين معنى الإسراف والتبذير، فيظن أنهما بمعنى واحد، يظن أن الإسراف بمعنى التبذير. فلا بد أن نفرق بين هذين المعنيين حتى نعرف في أي شيء نتحدث. يعني الله حين قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الإسراف هو مجاوزة الحد في المباح. يعني أجاوز الحد في أمر مباح. الطعام إن أنا آكله صحيح. من مال حلال هذا مباح. صحيح. أو أشرب من مال حلال هذا صحيح. أمر مباح. ولكن معنى الإسراف ها هنا أن أجاوز الحد فوق الحاجة، فوق حاجاتي. آكل حتى يضر جسدي أو أشرب كثيرا حتى يضر جسدي. إذن الله تبارك وتعالى جعل هناك معيار للطعام حتى والشراب، فقال الله عز وجل: وكلوا بما لا يضر أجسادكم واشربوا بما لا يضر أجسادكم. هذا هو معنى قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله لا يحب من يجاوز الحد في أي شيء ولو كان هذا الأمر مباحا. ولذلك جاء هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني لا يستطيع أحد أن ينكر يا أستاذة أبدا فضل عبادة الصيام. صحيح. يعني الصيام، الواحد يكثر من الصيام، هذا أمر يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. أو أن ينقطع العبد للعبادة أصلا. صحيح. هل يستطيع أحد أن ينكر أن الانقطاع للعبادة أمر طيب في الدين في الإسلام؟ أن يظل يتعبد الله عز وجل دائما، يذكر الله دائما، يصلي دائما، يحافظ على دينه ونحو ذلك، هذه أمور لا يستطيع أحد أن ينكرها. ومع ذلك 3 نفر جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا للسيدة عائشة: النبي كان بيتعبد إزاي؟ فحكت لهم. فكأنهم تقالوها، يعني قالوا: طب ده النبي غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، احنا بقى اللي محتاجين. فأقسم أحدهم قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا، والآخر: وأما أنا فأقوم، هفضل طول الليل أصلي ولا أنام، والثالث قال: وأما أنا هنقطع عن النساء فلا أتزوج النساء أبدا. النبي أخبر بهم فدعاهم، قال لهم: لا، ربنا ما بيحبش كده، عندنا في الإسلام ما فيش كده خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أما وإني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإسلام عندنا وسطية، لا إسراف ولا إفراط ولا تفريط. صحيح. نعم. يعني أنا بتكلم في جزئية كمان: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. إيه علاقة الأكل والشرب هنا بأخذ الزينة عند كل مسجد؟ نعم. نعم. الأصل أن حتى الزينة نفسها فيها إسراف، فيها نوع من الإسراف. فحين يعني يقرن الله عز وجل الذهاب للمساجد بزينة طيبة، هذا أمر يوحي بأن الحديث سيكون في السياق كله سياق حديث في دين. حتى ولو كنت تفعل مباحا وتجاوز الحد فيه، فأنت بذلك مخالف مخالفة دينية. نعم، بدليل أن الكلام بدأ أصلا حديث عن ماذا؟ عن عبادة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزين، ولكن حتى لا تسرف في الزينة، فيتحول الأمر إلى بطر وإلى خيلاء وإلى اختيال أمام الناس. أختال بأنني ألبس أفخر الثياب، من يلبس مثلي؟ أختال بأنني ألبس ما لا يستطيع غيري أن يمتلكه فأصاب بالعجب، وهكذا. إذا نحن مأمورون في الطعام والشراب والملبس
بنص الآية ألا نسرف في زينتنا ولا في طعامنا ولا شرابنا. صحيح. ما هي العلاقة بين الإسراف والتبذير؟ نعم. قال علماؤنا بينهما عموم وخصوص. كل تبذير إسراف وليس كل إسراف تبذير، بمعنى أن الإسراف مجاوزة الحد في جانب مجاوزة الحد في جانب المباحات. إذا كما اتفقنا في بداية اللقاء الحديث أن الإسراف أن أجاوز الحد وأتعدى حدي حتى ولو كان هذا الأمر في جانب المباح تحديدا، إذا مقيد بالمباح. أما التبذير فهو وضع المال في غير موضعه. أضع المال في غير موضعه من الحرام مثلا. يعني أشتري مال كثير وبعد كده ألقي به في القمامة، هذا نوع من التبذير. التبذير يعد إسرافا، نعم، لأنه أصلا مجاوزة للحد، إذن هو من ضمن الإسراف. لكن الإسراف ليس من ضمن التبذير، لأن التبذير متعلق بالحرام بينما الإسراف متعلق بجانب الحلال. نعم. يعتقد البعض أن الإسراف يكون في المال فقط، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا فهم غير دقيق لمعنى لفظة الإسراف، لأن الإسراف مش متعلق بالمال المباح فقط، ده متعلق بكل مباح. حتى أنا الآن وأنا أتحدث مع حضرتك، لو أني أستطيع أن أنا أوصل المعنى بكلام قليل لا يجوز لي أن أسرف في الكلام بلا داعي. يعني أنا الآن عمال أشرح وأوضح لذلك أتحدث. لكن لو أنني أستطيع الآن أن أجيب حضرتك وأنت تسألينني أقول لك لا غلط، خلاص انتهى الأمر. أما الكلام الزائد عن الحد فهو لا يجوز شرعا، لأن هذا نوع من الإسراف في الكلام. إذن الإسراف في الكلام، الإسراف في المال، الإسراف في الطعام. إن أنا أصنع طعام، وذكرت لحضرتك أصنع طعام كثير جدا وآكل كل هذا الطعام لأضر جسدي وبدني، هذا نوع من الإسراف المنهي عنه شرعا مع أنه أمر مباح. الإسراف كذلك في الحكم على الناس، إن أنا أحكم وقاعد عمال أقول مخطئ عاصي مخطئ عاصي. يا أخي أنت لم يبعثك الله عز وجل حاكما على الناس، ولكن إذا وجدت أمرا يعني ينكر شرعا، ويمكن تحدثت مع حضرتك في حلقة سابقة عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن تأمر في حدود إمكانياتك واستطاعتك وما ولاك الله عز وجل، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. لكن أن تعدد على الناس وأن تسرف في الحكم على الناس هذا نوع من الإسراف. إذن الإسراف ليس متعلقا بالمال وحسب، وإنما متعلقا بكل مباح. نعم. الإسراف له صفة من صفات الكافرين؟ نعم. الله عز وجل في القرآن هو ليس متعلق بالكافرين فقط، وإنما قد يقع في الإسراف يقع فيه كذلك المسلم أو حتى المؤمن العاصي. رجل مؤمن على الإيمان ولكنه عاصي، وكلنا ذوي خطأ. قد يقع في الإسراف. يعني المسلم، أنا أضرب مثال ودائما ما أضرب في جانب الإسراف بهذا الجانب تحديدا، الذي يأتيه أضياف كثيرون مثلا، فيصنع طعام كثير جدا ثم يلقى 3/4 في القمامة. قد رأينا في الحج في العام قبل الماضي أن المملكة أعلنت، قالت هذا الطعام الذي أسرف فيه ثم ألقي في القمامة يكفي عدد كذا كذا من الدول. تخيل حضرتك، يكفي أن يطعم دول، ومع ذلك يلقى في القمامة. هذا نوع من الإسراف، مع أنه اشتراه بحر ماله وبالمال الحلال الذي اكتسبه، ومع ذلك هذا نوع من الإسراف. إذن لا، الإسراف مش متعلق بالمال، الإسراف متعلق بكل مباح. نعم. صحيح. الحقيقة الإسراف أسباب. نعم. إيه هي؟ أول شيء عدم معرفته بالدين. تجد الذي ليس عنده ثقافة دينية لا يدرك ربما أن هذا الأمر حرام. حد يكلم لك أنا دي فلوسي أنا حر فيها، لا، أنت لست حرا فيها، أنت مستخلف عليها من الله عز وجل. ثانيا من أسبابه عدم معرفة قدر النعمة، ولا يعرف قدر النعمة إلا من حرمها. صحيح. ولذلك المسرف هو عنده نعمة كثيرة لا يعرف قدرها إلا إذا حرم هذه النعمة، فإذا ما حرم هذه النعمة حينها يعني يضرب كف بكف، ويا ريتني ما كنت أسرفت في هذا المال أو في هذا الطعام مثلا. وكثير من إخواننا من الموظفون اللي عندهم مرتب ثابت في كل شهر ربما يسرف في أول الشهر ثم يضرب كفا بكف باقي الشهر، هذا نوع من الإسراف. نظم نفسك جيدا على أن تستوعب هذا المرتب يستوعب الشهر كله، وإلا أنت لا تعرف إذن قدر النعمة، فلا بد من معرفة قدر النعمة. كذلك نسأل الله السلامة والعافية، من ضمن من ينفق أو يسرف في الإنفاق، هذا مش فقط لا يعرف قدر النعمة، ده عنده مصاب بالخيلاء
والاغتيال، عايز يختال قدام الناس انني افضل منكم وانني عندي ما ليس عندكم. فتلاقيه حضرتك عنده السياره الموديل السنه اللي فاتت ومش عاجباه، عايز يختال اكثر فيجيب بتاع موديل العام، فهو بذلك مختال. وربنا قال في القرآن إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، صحيح. اللي بيفخر على الناس ويتكبر عليهم. كذلك من ضمنه الكبر، هو مصاب بالكبر، عايز يبقى أحسن واحد في كل حاجة، عايز يبقى كذا في كل شيء، فيضطر إلى أن يسرف حتى يصبح أكثر الناس مالا وأفضلهم ملبسا وسيارة وبيتا ونحو ذلك، فينفق في غير موضعه. هذه كلها أمور تتسبب في الإسراف. نعم. قد يرى البعض أن الكرم هو زيادة الإسراف في الأشياء، فهل هذا صحيح؟ لا خالص، هذه تختلف عن هذه إطلاقا، لأن الإسراف مجاوزة الحد في وضع الشيء في غير موضعه. لكن حين أكرم الناس، عندي 10 من الأضياف مثلا، أنا مضيف 10، فصنعت لهم طعاما يكفي 10 أو عشان من باب الاحتياط صنعت طعاما، وأنا أضرب مثالا دائما بهذا الجانب، صنعت طعاما يكفي 15 رجل، هذا نوع من الإسراف. لكن أن أنا متأكد أن عندي 10 فصنعت طعاما يكفيهم وزيادة 2 أو نحو ذلك، هذا ليس بإسراف وإنما وضع الشيء في موضعه. لكن أن أصنع طعاما يكفيهم هذا كرم، أنا أكرمتهم بما يكفيهم. لكن أن أصنع طعام كثير ثم بعد ذلك ألقيه في القمامة، هذا سرف، إسراف، نسأل الله السلامة والعافية. صحيح. يعني أنهانا رب العزة عن الإسراف في كل شيء، ولا تجعل يدك مغلولة نعم. إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، نعم. فتقعد ملوما ملوما محصورا. نعم. صحيح. عايزين نتكلم في معنى هذه الآية، وإن رب العزة عايزنا نبقى وسطيين. نعم. الوسطية هنا يدعونا إلى الوسطية، ولكن بعد الفاصل، فاصل مشاهدي الكرام، وألقاكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، عودة من جديد، وما زلنا مع حضراتكم نتابع برنامجكم طريق الحياة. شيخنا، الحقيقة كنا بنتكلم قبل الفاصل عن يعني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملهوما محصورا. هي يمكن دين وسط. نعم. فكلمني هنا عن الوسطية. نعم. الله عز وجل في سورة الإسراء، هذه الآية من ضمن بعض المنهيات التي نهى الله عز وجل عنها في سورة الإسراء. بدأت الآيات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وانتهت الآيات في الآخر خالص: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، إلى آخر تلك الآيات البينات. فكان من ضمن ما نهى الله عز وجل عنه عدم الإفراط، عدم التقتير، يعني أن الواحد يكون بخيل، وعدم الإسراف، وعدم الإفراط، وعدم التفريط. ولذلك في نفس المعنى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قبل ما أقول لحضرتك معنى الآية، بنفس المعنى قال الله عز وجل في صفات المؤمنين الموحدين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بين ذلك قواما يعني كان بين ذلك وسطا. هذا هو الأمر الأقوم، أن أضع الشيء في موضعه. أنا بقول لحضرتك، لو أنا يمكن في زمني أنا أعرف، كنت وأنا صغير القرش والشلن مثلا، أنا بقول لحضرتك لو له فائدة ورميته في الأرض أو وضعته في غير موضعه، هذا نوع من الإسراف. هذا نوع من الإسراف. وكانوا يعلمونا زمان، يمكن حضرتك تذكري وأذكر أنا الكلام ده أجيالنا، إني يا ابني اعرف، لاقي لقمة مرمية نشيلها، ولك اعرف قدر النعمة. اللي بيحفظ النعمة بتحفظه. هذا المعنى موجود يعني قال الله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم سيدنا عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. فمن عرف قدر النعمة ويعني ونسبها إلى المنعم تبارك وتعالى، أنعم الله عز وجل عليه وزاده من النعمة. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الأمة وسطية في كل شيء، وسطية في العقيدة، وسطية في الأحكام، وسطية في الميول، وسطية. احنا عندنا حتى وسطية يا أستاذة في الأكل والشرب، زي ما تكلمنا من شوية. حتى الأكل والشرب ما فيش شيء ربنا ما يتكلمش عنه. حتى في الإنفاق، أيوة، قال الله الآية اللي حضرتك ذكرتي: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. يعني إيدك ما تربطهاش كده، تخليها كأنها لا تفارق عنقك، ما بتفارقش جسدك علشان خاطر للآخرين تعطي. في واحد تلاقيه قابض يديه كده، فأشد من ذلك أن يجعلها مربوطة بعنقه، مش هتتحرك خالص، مش هتعطي إطلاقا. سواء بيعطي فقير، وسواء بيعطي الزوجة والأولاد في البيت. وكتير جدا حضرتك تعلمين، يعني احنا بنشوف في مجتمعنا
أزواج كثيرون للأسف الشديد بيقطروا على أبنائهم ويقطروا على زوجاتهم، وتلاقي ربما البنك مليان ما شاء الله تبارك الله عنده، ولكن تحول الأمر عنده الكسب إلى غريزة جمع المال فقط. والله عز وجل لما تحدث عن جمع المال قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ما قالش وعده، قال وعدده، يعني مشغول بالمال فقط. أصبح المال نفسه عنده غريزة، وأصبح المال مش مجرد وسيلة، ده أصبح غاية. فاللي زي ده الله ربنا بيقول له: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. تفضل إيدك معمولة كده على طول عمال تدفع وترمي شمال ويمين، ده مش صح. حتى في جانب الإنفاق أيوة ممكن يكون غلط، إن أنا أعطي الناس ثم أنسى أهلي، أو أعطي. وكمان ربنا سبحانه وتعالى قال: اليد العليا نعم. خير عند الله حركها من اليد ارفعها بعيد عن السفلى. عنقك، يبقى ارفعها كده. نعم، خير من اليد السفلى. نعم نعم. فحرك ايدك واجعلها تعطي لله عز وجل، لكن في نفس الوقت ولا تبسطها كل البسط بحيث ينتهي مالك فتقعد ملوما تلوم نفسك ويلومك الآخرون، محسورا تصاب بالحسرة لأنك فرطت فيما أعطاك الله عز وجل إياه. صحيح. نعم. من حديث المصطفى صلوات ربي عليه وسلم، والذي أخبر فيه أن الله عز وجل يعني يكره لنا ثلاث، ذكر منها إضاعة المال، فكيف يضيع الإنسان المال؟ نعم، أبواب ضياع المال كثيرة. نسأل الله السلامة والعافية. والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، قال: قيل وقال، اللي هو الكلام بقى وتناقل الكلام، وكثرة السؤال، لأن أحيانا السؤال يشدد به بنو إسرائيل. الله عز وجل قال لهم: اذبحوا بقرة. شددوا فشدد عليه. شدد عليه، قعدوا 40 سنة يبحثوا عن البقرة اللي فيها الصفات اللي هم شددوا على أنفسهم بها، فكره لنا كثرة السؤال. والثالثة إضاعة المال، يعني أن ينفق أحدنا المال ويضعه في غير موضعه. هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه: ليس لك من دنياك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. إذن الصدقة ليست إضاعة للمال، هي الباقية عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابة مرة قال لهم صلى الله عليه وسلم: من منكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا يا رسول الله: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، أنا مش هفضل أجمع واسيبه لهم في النهاية، لا ده أنا هنتفع بيه في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مالك ما قدمت، يعني تصدقت به، ومال وارثك ما أخرت، اللي هتسيبه بعد مماتك، فما تتعبش نفسك بمعنى أصح لغيرك، ثم لا تنتفع به حتى عند الله عز وجل. إذا نحن مأمورون بالإنفاق، والإنفاق ليس نوعا من إضاعة المال. طب أين يكون إضاعة المال؟ استخدامه في الحرام. نستخدم المال في الحرام يضيعه، لأن العبد سيسأل عن كل شيء مرة إلا المال، يسأل عنه مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر النبي من الأربع: وعن ماله من أين اكتسبه، جه منين وفيما أنفقه، وده فين؟ هيتسأل عن الاثنين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا لو أنفق المال في حرام أو أضاعه في غير وجه حله، هو بذلك أضاع هذا المال وسيسأل عنه بين يدي الله عز وجل. كذلك من إضاعة المال، نسأل الله السلامة والعافية، هذا النوع الإسراف، إن أنا أسرف في الطعام والشراب، وأرمي واصنع طعام وأرمي وأمشي أبعزق هنا وهناك. المال اللي لو أنا جبته بالتعب مش هيخرج مني إلا بكل شيء في موضعه. وثمة فرق بين البخل والشح يا أستاذة، البخل والشح اللي هو الإنسان الشحيح البخيل، وبين الحكمة في استخدام المال. لأن البعض قد يعد الحكمة، بعض النساء الزوجات أو بعض الأولاد: أنا عايز، أنت عندك كثير ماشي، بس أين ستضع هذا المال؟ ما هو الأب جابه بالحلال بالتعب، فعايز المال ده يوضع في موضعه، فيظنون أن هذه الحكمة نوع من البخل. لا، البخيل هو الذي يمسك عن المال تماما، فيمسك عن الأولاد والزوجة حتى يجوعوا أو حتى يتعروا، أصبح المال بس بلية، يمسك عن فلا يتصدق ولا يعطي لله عز وجل، هذا بخيل. فثمة فرق بين هذا وذاك. صحيح. هل يعني ذلك أن المسلم مطالب بالادخار؟ نعم. نعم. ما هو إحنا مش مأمورين فقط باللي إحنا ننفق في سبيل الله عز وجل ونخرج من المال ثم بعد ذلك أترك الأمور بلا تدبير. أنت مطالب. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدخر. النبي صلى الله عليه وسلم ادخر، كما في البخاري: ادخر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخر لأهله طعام سنة، أو يدخر لهم ما يكفيهم سنة كاملة. إذن الادخار لا ينافي التوكل على الله عز وجل. أنا ممكن أدخر
وفي نفس الوقت انا متوكل عز وجل، لان التوكل والادخار في هذه الحاله يعد نوع من الاخذ بالاسباب، وانا مطالب شرعا اصلا ان انا اخذ بالاسباب. فليس الادخار لا يتنافى ابدا مع التوكل على الله عز وجل. نعم. الحقيقة الدين الإسلامي دين وسطية زي ما نعم. اتكلمنا، والاعتدال في كل شيء، وقد يأخذ البعض هذا الكلام على أنه يجب عليه الحرص الشديد في الإنفاق أو في الطعام والشراب وما إلى ذلك، وقد يصل إلى الشح والبخل، فهل هناك جائز؟ الشح والبخل هذا أمر ليس بجائز قطعا، وكذلك الحرص الشديد، الحرص الشديد على الجمع المال. ويمكن ذكرت لحضرتك منذ قليل أن فرق بين من يعد المال مرة واحدة، يعني رزقت ب10 دنانير، عديتهم مرة واحدة وضعتهم في موضعهم، أنا بأدخر لأمر ما، لأصنع أمر ما لنفسي، بيتا لأولادي أو شيء من هذا القبيل، أو لأزوج ابني أو ابنتي أو نحو ذلك، هذا نوع من الادخار أعده مرة واحدة. أو الحج مثلا، أو الحج العمرة، بيت الله، أو الاعتمار أو نحو ذلك، هذه أمور كلها محمودة. لكن يا أستاذة، الذي ينشغل بالمال حتى يتحول من كونه وسيلة إلى كون جمع المال غاية في حد ذاته، الله قال فيه وعدده يعني يعده أكثر من مرة. ده وصل الأمر أصبح شهوة، أن يرى المال بعينه هذه أصبح شهوة، وأصبح كأنه يعبد الدينار والدرهم. وقد ذكر النبي ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللي بيجري يجمع وأصبح. ده حديث صحيح، حديث في أعلى درجات الصحة. والنبي قال تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذه الألفاظ لها معنى. حضرتك معلش، الحديث عايزين نعرفه كده. قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تحول الأمر عنده من كثرة طلب الدينار ومحبته له أن أصبح الدينار والدرهم حاكما عليه، كأنه إله بالضبط، يعبده. يقول لك أنا عمي الجنيه، الكلام اللي بنسمعه من بعض العوام، يقول ده أنا الجنيه اللي يحركني، اديني وأبجني تاني، والكلام اللي احنا بنسمعه من بعض العوام، يعني بقول من باب التوضيح يعني. فتلاقيه أصبح كأنه يعبد هذا الجنيه، اللي الجنيه يقول لي هعمله، يتنازل عن دينه، ويتنازل ربما عن عاداته وتقاليده المحمودة، ويتنازل عن أعراف العرف المجتمع من أجل الدينار والدرهم، أصبح كأنه يعبده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، كمان في انتكاسة ليه. يبقى تعيس وينتهي، يظل فقير. تخيل حضرتك بيجمع كثير ويظل فقير. وقد لا يستفيد بالمال، يعني قد يسيبه لحد تاني يعني ينفق منه. بالظبط. نعم. تعس وانتكس يعني يعود فقيرا كما كان. وإذا شيك لو أصابته شوكة فلن تقش، النبي بيدعي عليه إنه ما يشفاش، الجرح بتاعه يظل ينفجر، يظل مريض بالجرح بتاعه. ده لو شوكه بسيطه. واذا شيك النبي بيدعي عليه، ده لو جات لك شوكه يا اخي تصيبك وما تشفاش منها. ليه؟ لانه للاسف الشديد تعلق قلبه لا بالله عز وجل ولا بالتوكل عليه، ولكن بجمع المال، جمع المال فقط. اللهم انا نسالك العافيه. صحيح. نعم. صحيح. هل الادخار والاقتصاد من مقاصد الشريعه الاسلاميه؟ نعم. نعم، لان هو طبعا لم ينص عليها الشارع صراحه، ولكن تدخل ضمن حفظ المال أو حفظ النفس ربما. لأني لو لم يعني ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. عندنا قاعدة كده: ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. صحيح. يعني أنا سأزوج ابني مثلا، وتزويجي لابني في مرحلة ما قد يكون واجبا إن احتاج الأمر، أو ابنتي عشان عايز أسترها، فقد يكون هذا أمر واجب علي، ولن يتم هذا الأمر إلا بالادخار. إذا يصبح الأمر من مقاصد الشريعة أن أفعل هذا الواجب وأن أدخر حتى أستطيع أن أزوج ولدي. كذلك قد يكون حفظ المال نفسه، أنا أدخر هذا المال لأحفظه علشان خاطر أزود المال أو أجعله يعمل وأستثمره ونحو ذلك، فأنا أحتاج إلى هذا الأمر من باب حفظ المال، وحينها يصبح من الضروريات الخمس أو من مقاصد الدين الخمسة كما هو معروف. صحيح. مشاهدينا الكرام، لا يسعني في نهاية حلقة اليوم سوى أن أشكر ضيفي الكريم الشيخ الدكتور مصطفى ربيع من علماء الأزهر الشريف. سعداء بوجود حضرتك معنا. الله يسعدك. الله يخليك. مشاهدي الكرام، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.